السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي متابعين قناة أبو البدر سات على يوتيوب. ننزل الآن القناة الناقلة لمباراة قطر يا حضرات والبوسنة في كأس العالم 2026 وتوقيت المباراة تلعب إن شاء الله الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة بتعليق عربي على قمر النايل سات يا حضرات. علشان ما اطولش عليك هتنزل مع بعض القناة، هتفتح المنيو بتروح لحاجة اسمها تركيب، تضغط عليه اوكي، بتنزل على قائمة الترددات وتدوس اوكي مباشرة. بتفتح معاك الواجهة دي يا حضرات، بتختار الإضافة أي لون كان عندك، لون أحمر إضافة تردد جديد، وهنكتب مع بعض التردد يا حضرات. هيكون 12 2 4 5، معدل ترميزي 27500. الاستطاب يا حضرات هيكون عمودي، ما تاخدش التردد وتمشي. كمل معايا، هتدوس اوكي. هقول لك المرسل موجود. في بعض الناس يا حضرات بتقول لي ان المرسل موجود والقناة مش بتلاقيها. توقف على القناة كده يا حضرات او التردد بالشكل ده علامة الصح، ودوس حذف عملية شطب التردد النهائي من على القمر وضيفه مرة أخرى، وتأكد إن يكون جايب معاك إشارة محترمة. دوس على الأزرق عملية البحث. في الخانة دي حضرات مش هتعمل أي شيء غير تضغط أوكي. هتنتظر يا حضرات، هتنزل معاك الباقة، وهي حضرات أسد النايل سات يا حضرات. القناة دي وحش النايل سات أو ذكر النايل سات في المتابعة. دوس أوكي حفظ البيانات، وهنروح للقناة كده يا حضرات. سيبك من القنوات دي كلها، القناة اهي عشان كنت بنزلها قبل كده انا اهو. والتردد يا حضرات اهو 12 245، معدل الترميز 27500. الاستضافة يا حضرات هيكون عمودي. القناة حضرات دي عشان بس ما حدش يقول ان هي جايبة شاشة سودا، القناة دي حضرات بتشتغل قبل الماتش ب5 دقايق. ايوه بتشتغل قبل الماتش ب5 دقايق، وبعد الماتش بيخلص ب10 دقايق بتلاقيها جابت شاشة سودا. كتير من الناس يا حضرات ما حدش يعرف القناة دي، والناس محتارة عشان تشاهد بطولة كأس العالم. في قناة أخرى حضرات نزلناها، الله أعلم هل شغالة ولا قفلت، هنستعلمها مع بعض يا حضرات. أعتقد إن القناة قفلت يا حضرات. القناة دي كانت بتعمل بشفرة البيس، القناة اللي هي الشارقة. القناة دي ما بقتش تذيع يا حضرات زي الأول، وقناة مكان برضو جايبة لوجو كأس العالم، ولكن القناة دي يا حضرات عملت معانا الغلط. لا تنسى الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.